إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم كلمتين وبس. سيد أفندي لاحظ إن الكلمة الحلوة قربت تختفي من المجتمع ومن حياة الناس. قال لعبده أفندي الحكاية دي. عبده قال له: قصدك إيه بالكلمة الحلوة يا سيد؟ سيد قال له: قصدي كلمة الحب، كلمة التشجيع، كلمة الصدق، كلمة التسامح. دلوقتي الواحد يدور على أي كلمة من دول ما يلاقيش. الدنيا جرالها ايه يا عبده؟ عبده قال له: انا مش فاهم لحد دلوقت انت قصدك ايه بالظبط. انا بتكلم كلام عام يا عبده، مش بشتكي بشكل شخصي. هدي لك مثال علشان تفهم انا عايز اقول ايه. بسأل ديك النهار واحد تاجر صاحبي، بقول له: فلان الفلاني التاجر ده غني ولا نص نص؟ قال لي: غني جدا، عقبال امالتك. قلت له: فلوسه دي جابها منين؟ خلي بالك انا بسأله سؤال بريء. كان قصدي الفلوس اللي عملها من خلال تجارة ايه؟ الراجل اللي بسأله قال لي: ايه تفتكر؟ عبده قال له: قطعا بومبا. سيد قال له: بالظبط، هو ده اللي حصل. قال لي: بيقولوا انه بيشتغل في المخدرات في الاول لحد ما عمل فلوس جامدة، وبعد كده اشتغل بالتجارة، علما باني عارف ان البومبا اللي اداها له مش صحيح. يعني الراجل ما اشتغلش في المخدرات ولا حاجة، بالعكس كان تاجر امين ونشيط، وبسبب نشاطه وامانته عمل فلوس. كان زمان يا عبده لما حد يسأل تاجر عن تاجر تاني كان يمدح فيه، دلوقتي يديله بومبا. ليه؟ ما تفهمش. ايه سر ان الناس نسيت كلمة الصدق؟ مش بس كده، دلوقتي مين اللي بيقول الكلمة الحلوة؟ نادر اللي بيقولها، نادر انك تسمعها. تسأل واحد عن واحد يقول لك ده بيغش، او ده حرامي، او ده نصاب. المفروض ان الكلمة الحلوة لها تأثير اكبر من تأثير اي قوة. عارف الكلمة الحلوة زي ايه؟ زي نقطة المية. لو رحنا لصخرة ضخمة وضربناها بالمدافع الرشاشة، الطلقة هتخدش الصخرة لكن مش هتقدر تخرمها. لو نزلنا نقطة مية على الصخرة دي بشكل متصل لمدة كام يوم أو كام شهر، عارف إيه اللي يحصل؟ الصخرة هتتخرم. يبقى المية أقوى ولا الرصاصة؟ المية أقوى، والكلمة الحلوة أقوى. كلمة التشجيع مطلوبة في المدرسة وفي البيت وفي النادي وفي الشغل وفي اللعب. من غير تشجيع الناس تقف مكانها، ما تتقدمش. حتى أكبر مغني أو أكبر فنان إن ما لقاش تشجيع ما يقولش، ما يشتغلش بنفس، ما يشتغلش بهمة. الكلمة الحلوة ممكن تمسح متاعب الإنسان وتخليه يستمر في حياته بشكل أرقى وأجمل. شيء سهل إن الواحد يشخط وينطر وينتقد، لكن الأصعب والأجمل إنك تقول كلمة حلوة تشجع الناس على التقدم وتديهم ثقة في نفسهم. مش كده ولا إيه؟ غدا نلتقي مع فؤاد المهندس، أحمد بهجت، ويوسف حجازي. المخرج المنفذ علي عبد العال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلب، عاملين ايه؟ وحشني كتير والله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ وحشني والله العظيم. النهارده كده يوم الجمعة وده فطرنا يوم الجمعة
كلنا بنبقى ملمومين، يا رب ما يحرم اي حد من حد يا رب. بس عايزه اخد رايكم في حاجه كده، يعني ايه رايكم في الفيديو اول ما بدأ؟ يعني بالنسبه للمقدمه يعني وكده، ان انا ادخل صوت غير صوتي، ايه رايكم؟ اكتبوا لي في التعليق ايه رايكم، استمر على كده ولا اتكلم بصوتي احسن؟ شفتوا اللي حصل لي بقى كده وانا بعمل الفطار؟ الحمد لله ربنا سترها وعدها على خير. انا بشكركم كلكم والله العظيم، وبشكر كل اللي دخل لي اشترك في القناه جديد وبيعمل لي لايك، بشكره والله العظيم من مصر وانحاء الجمهوريه بحالهم، والله العظيم بشكركم جدا جدا جدا. لانه انتوا حاسين بيا وعارفين ان انا عامله الفيديو القناه ديت عشان اكل عيشي يعني، وان شاء الله ربنا يرزقني منها ويجعلكم سبب باذن الله في القناه ان هي تكبر وتتفعل كده وتبقى كويسه ان شاء الله باذن الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بردك انا حبيت بردك ان انا ادخل بردك في الفيديو واتكلم بصوتي بردك، عشان بردك اشوف ايه رأيكم بردك في المقدمة بتاع الفيديو، وان انا مثلا اكمل بالطريقة دي او اكمل بصوتي. اللي انتوا عايزينه قولولي عليه، وانا ان شاء الله باذن الله نعمل اللي احنا عايزينه مع بعض ان شاء الله. هنا كده انا كنت عامله فطار كده زي ما انتوا شايفين كده، الصينيه هي في اخر الفيديو. لو الفيديو بتاعي دوت عجبكم يا ريت تكتبولي في التعليق، وتكتبولي ايه رايكم بردك في النظام الفيديو دوت، ايه رايكم في الفطار بتاعنا كده. يكون خلص، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.